عليكم ولا عيب عليكم. عيب وحرام السياسة. Is an important tool to bring people and Africans together, and also not just to bring people. السلام عليكم. الكاف تدخل على الخط وتزلزل الاتحاد الجزائري بهذا القرار الصاعق بعد اعتدائهم على لاعبي نهضة بركان بالحجارة وتمزيق قمصانهم بعد وصولهم إلى الجزائر. شاهد ماذا حصل. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت تتفق أن الجزائر بلد همجي وتفتخر بنهضة بركان، فاضغط إعجاب لهذا الفيديو وعطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. قبل المباراة المرتقبة لنهضة بركان أمام اتحاد العاصمة الجزائرية في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية التي ستقام بالجزائر، فقد نقلت شبكة إفريقيا سبورت قبل قليل عن تجمهر عدد كبير من جماهير اتحاد الجزائر، وقد اعترضوا حافلة لاعبين نهضة بركان المتجهة إلى فندق إقامة الفريق، وقد قذفوها بالحجارة وقاموا بسب لاعبين نهضة بركان. فقد نقل المصدر أن هناك أكثر من 5 لاعبين من نهضة بركان أصيبوا، منهم 3 في حالة خطيرة، ومن الممكن أن لا يلحقوا بنصف نهائي الكونفدرالية. جدير بالذكر أن بعثة نهضة بركان تعرضت لاعتداء وحشي من السلطات الجزائرية بمجرد وصولها إلى مطار الجزائر، وذلك بسبب ارتدائهم أقمصة تحمل خريطة المغرب كاملة. فقد دخل على الخط رئيس الكاف موتسيبي وأدلى بتصريحات نقلتها شبكة إفريقيا سبورت وقال: هذه هي إفريقيا اللعينة، لا أعرف سببا واحدا لاعتداء جماهير اتحاد الجزائر على حافلة لاعبين نهضة بركان، وعلى اعتداء السلطات الجزائرية على الطاقم التقني لنهضة بركان من أجل مصادرة قمصان نهضة بركان التي تحتوي على خارطة المغرب الكاملة، فهذا غير مسموح به إطلاقا. فأنا اتصلت بممثل الكاف بالجزائر وحذرته وقلت له: لماذا لم تؤمن بعثة نهضة بركان تأمينا جيدا؟ ولماذا تم الاعتداء بالحجارة على لاعبي نهضة بركان؟ فالكاف سوف تحقق في هذه الواقعة، وسوف يكون هناك عقوبة شديدة على الاتحاد الجزائري. وفي النهاية شاركونا رأيكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.